يا نهار أبيض! ده صفحة من كتاب العزيف. يا نهار أبيض على الطلاسم اللي موجودة! هو كتاب العزيف موجود وفيه نسخ، وهل تأثيره لسه فعال؟ يا نهار أبيض على أشكال الجن! إيه ده؟ كتاب العزيف بأشكاله موجود؟ يا نهار أبيض على الطلاسم اللي حواليه! تخيلوا ده شكل الجن الحقيقي؟ يا ستار! لا 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 لا، إيه ده؟ وده كمان شكل من أشكال الجن؟ إزاي موجود بالسلاسة والبساطة دي؟ ده في خطر على أي حد ممكن يشوف الكلام دوت أو يشوف الصور دي. ومش بس كده، ده حاطين أشكال الجن الحقيقية؟ لا 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 لا، الكلام ده ما يتسكتش عليه أبدا. يا نهار أبيض على الكلام ولا الشكل! مين اللي جاب الأشكال دي؟ وإزاي بمنتهى البساطة دي منتشرة بالشكل الغريب ده؟ ده الكتاب ده ممنوع ومحظور. الصور اللي أنا عرضتها لكم ديت بعض الصور اللي موجودة على السوشيال ميديا أو على النت. لو كتبت بس كتاب العزيف وهيطلع لك كلام كتير عنه ليس له أي علاقة بالواقع الحقيقي. يعني الكتب اللي انتوا شايفينها دي أو كتاب العزيف ده من وحي خيال واحد أمريكي كده، بس خيال واسع سيكا. كتاب العزيف الحقيقي مش موجود ولا ليه ولا صفحة واحدة بس توحد ربنا على جميع السوشيال ميديا ولا مع أي مخلوق خلقه ربنا، لأنه ما بقاش موجود. قصة الصور اللي منتشرة على الإنترنت من وحي خيال واحد زيه زيك، وأساطير وأفلام وقصص. حتى الكلام اللي موجود ده بصراحة مش طلاسم. يعني انت عايزة تقنعينا ان الأشكال دي مش أشكال الجن ولا الكلام ده طلاسم؟ ولا ده شكل الجن ولا دي طلاسم. لأن بمنتهى البساطة ما حدش قدر يشوف الجن بهيئته الحقيقية، وده أنا ذكرته في حلقات كتيرة جدا، بس انتوا اللي مش واخدين بالكم. أشكال الجن الحقيقية ما شافهاش غير سيدنا سليمان عليه السلام رحمة الله عليه، لأن ربنا ما ادالوش غير هو بس الملك ده. كل الكتب اللي انتوا بتشوفوها ديت من بعض السحرة هي أقاويل واجتهادات من شخص لشخص لشخص لشخص، فطلعت بالشكل النهائي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خصوصا عندنا الأجانب ما شاء الله حدث ولا حرج عشان يوجهوا فكركم لحاجات معينة الحقيقة ملهاش أي علاقة بالواقع، وده أنا قلته كتير. أما بقى عن حقيقة الكلام ده فهو العبرية القديمة، وأي حد فاهم أو دارس العبري هيعرف إن الكلام اللي مكتوب ده هو العبرية القديمة مش الجديدة. يعني كل الكلام اللي بيتقال عن العزيف وهم. وعايزه اقول لكم ان انا اتعرض عليا ان في حد عنده مكتبه وعنده سكان وبيعرف يطبع الورق الحاجات القديمه دي وبيصنع الورق القديم نفسه، ان هو يعمل الكتب او الصفحات اللي منتشره او المشهوره باشكال الجن ونعمل كده حبكه دراميه. بصراحه وانا ما رضيتش. يعني حضرتك او حضرتك تقدر تروح لاي مطبعه وتطبع الكتب او الصور ديت وتعملها بالورق القديم، وطبعا بتوع الطباعه فاهمين انهم ازاي يصنعوا الورق القديم زي المسلسلات كده اللي انتوا بتشوفوها عندكم. مثلا مسلسل المداح عمل كام شكل غريب وكام خاتم وكام حاجات كده مدوره وجميله، وكتب وبرديات عملوها ازاي ولاد الايه. فالكلام ده كله سهل انه يطبع ويتعمل ويتقالك ان هو ده كتاب العزيف، والحقيقه مش كده. كتاب العزيف مش موجود، وكتاب شمس المعارف مش موجود، وفي الاخطر منهم مليون الف مره على ارض الواقع وبرضه مش موجود، خاصه في مصر. بس ما اقدرش انكر ان في كتب سحر حقيقيه بس مش موجوده مع اي حد. يعني كل اللي انتوا بتشوفوه ده بلح ملوش أي علاقة بالحقيقة، وأي حد يقدر يعمل أي كتب ويقدر يطبعها ويقدر يعمل ورق قديم ويقولك هو ده كتاب شمس المعارف وهو ده كتاب العزيف. لحد امتى هفضل أعلمكم بقى إن كل الكلام ده غلط؟ انتوا مش عايزين تصدقوا. اللهم بلغت اللهم فشل.